غرامة بيتزيرا بسبب مجلس إدارة نادي الزمالك. تخيل، مجلس إدارة النادي هو اللي بيتسبب في غرامة اللعيبة اللي عنده. هو ده اللي حصل فعلا، كله بسبب اللي حصل بين كابتن هشام نصر واحمد سيد زيزو، بسبب ان زيزو ما سلمش عليه في مراسم التتويج لبطولة السوبر المصري اللي كانت في الامارات. في الموقف ده بالذات، ولو احنا هنتكلم كلمة حق، ان الموقف باين ان هو موقف شخصي بينك وبين زيزو، لان كده كده اللاعب سلم على كل لعيبة نادي الزمالك بعد الماتش، وسلم كمان على احمد عبد الرؤوف بعد الماتش ما انتهى. كمان جمهور الزمالك طوال المباراه كان بيشتم في احمد سيد زيزو، واللاعب ما ردش ولا عمل اي حركات او اي اشارات تسيء لجمهور نادي الزمالك. حتى لما زيزو اتسال بعد الماتش عن جمهور نادي الزمالك، قال جمهور نادي الزمالك ونادي الزمالك كبار ويستاهلوا الاحترام، وانا خدت بطوله جديده مع النادي اللي انا بلعب فيه، وهو ده اللي قاله بالحرف. فبسبب مجلس ادارتنا اللي هو دايما بيحط اللعيبه وبيحط نادي الزمالك في المشاكل، لاعب زي بيزيرا ملهوش في اي حاجه اتغرم ب 50,000 جنيه، وده بسبب اللي احنا عملنا سبوت على الموقف ده. طب انت ليه تعمل عليه سبوت وليه تعمل عليه لقطه؟ نادي الزمالك اكبر من كده بكتير. زيزو ما يسلمش، ان شاء الله عنه ما يسلم، ايه يعني؟ لاعب وما بيسلمش عليك، خد حقك في وقتها، اعمل اي موقف ترد بيها حقك زي ما هو عامل الموقف معاك بالظبط، مش تسيب الموقف يحصل وبعد كده تقول هقدم شكوى. طب شكوى بناء على ايه؟ انتوا مش دارسين اي لوائح ولا عارفين اي لوائح ولا عارفين اللي بيتم مع نادي الزمالك بالخصوص. نادي الزمالك ليه لائحه لوحده، فانتوا لازم تكونوا اذكياء شويه وفكروا، شغلوا الدماغ شويه، بطلوا شغل عبثي، بطلوا شغل عشوائي. كفايه، نادي الزمالك مش هيستحمل شغل عشوائيات من تاني. اراضي بتتسحب منكم، لعيبه بتمشي من غير ما تحسوا، لعيبه مش عارف تجدد لها وبتروح للفريق المنافس، كمان بتمشي لعيبه من غير ما تديها مستحقاتها، وبتدخل نادي الزمالك في مشاكل زي اللي كان فيها بالظبط. انتوا مفيش فرق بينكم، انا قلت انتوا زي اللي قبلكم. اذا كان اللي قبلكم كان بيرد شويه من كرامه النادي، بس انتوا مفيش لا كرامه ولا شغل ولا اداء. انتوا بس بتستنوا اي تبرعات بقى من هاني بيرزي، من ممدوح عباس، من هشام نصر، المهم يبقى في فلوس داخله النادي وخلاص. لكن الفلوس تيجي عن طريق شغل واداء من مجلس الاداره، لا احنا مش بتوع الكلام ده، واحنا مستنيين ارض اكتوبر. كل ما حد هيجي يكلمنا هنقول ارض اكتوبر ارض اكتوبر. طبعا ارض اكتوبر هتفرق معاكم، لكن انتوا لازم تحطوا خطه واثنين وثلاثه عشان توقفوا النادي ده على رجليه. كفايه عبث، وفكروا شويه في نادي الزمالك وبطلوا هري ملهوش اي لازمه. نادي الزمالك اكبر من اي حد، من الكلام اللي انتوا بتقعدوا تتكلموه ومش قده في النهايه.